بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الأكارم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا هو اليوم 27 من شهر رمضان المبارك لعام 1443 من الهجرة النبوية الشريفة. في هذا اليوم سنتناول ما يتعلق بدوام العمل الصالح في بعد رمضان، دوام العمل الصالح بعد رمضان. مشاهدي الأكارم، كما تلاحظون انتهى رمضان، أو هو في الأيام والساعات الأخيرة، وهذا الشهر العظيم شهر تتدرب فيه النفوس إلى طاعة الله عز وجل. هذا الشهر أشبه ما يكون بمحطات تعبئة الوقود لسنة كاملة، فإن الإنسان يتعرض في هذا الشهر لنفحات الله عز وجل بكثير من الطاعات ما لم يكن يعملها من قبل. والطاعة مشاهدي الأكارم يزيد بها الإيمان، الطاعة يزيد بها الإيمان، والنفس تقرب من ربها سبحانه وتعالى، فتكون أكثر تقوى لله عز وجل. فمن صام في رمضان صوما مقبولا مباركا غالب ما يكون قد تغير بعد رمضان إلى الله تبارك وتعالى، ويكون أقرب ما يكون إلى ربه. ومن كان قد أخفق في رمضان فمع الأسف يعود إلى حاله ما قبل رمضان. ومقصود الإسلام هو أن الإنسان يستفيد من مثل هذه المواسم حتى لا يكون من الغافلين، وربما يفجأه الموت فيفجأه وهو على طاعة الله عز وجل. لذلك تلاحظ في عملية الوقت أنه كله لله تبارك وتعالى. فالصلوات الخمس وزعها الله عز وجل بين فترات النهار من أجل أن لا يغفل الإنسان. ولذلك قال تعالى لنبيه عليه السلام: ولا تكن من الغافلين، ولا تكن من الغافلين. فمنذ أن يصبح الإنسان وقبل أن تطلع الشمس هو ذاكر لله بصلاة الفجر، يتوضأ ويصلي ركعتين خفيفتين هي سنة الفجر، ثم يصلي صلاة الفجر في المسجد مطولة قراءتها، حاضرة فيها الملائكة، يشعر فيها بإيمان. ثم ينزل إلى العمل وينشغل بأمور الدنيا، وفجأة تفاجئه صلاة الظهر فيهرع ويركض إلى ربه بدخوله دورات المياه والتطهر والوضوء والاغتسال. وأخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن مع هذا الوضوء والاغتسال تتساقط الذنوب والمعاصي التي ارتكبها ما بين الفجر إلى الظهر. ثم يستمر ما شاء الله أن يستمر حتى يأتي وقت العصر، فيهرع ويسارع أيضا لأداء صلاة العصر فيتصل بربه. ثم أيضا شرع الإسلام صلاة المغرب عند غروب الشمس، وكأنه يودع النهار بصلاة وترية.
فإذا دخل أيضا الشفق الأحمر وأصبح الإنسان في بطن الليل، جعل الله له صلاة العشاء 4 ركعات، منها قراءة جهرية ومنها قراءة سرية. أنت الآن تلاحظ أن النهار كله لله عز وجل، وجزء من الليل أيضا هو له سبحانه وتعالى. لذلك قال لك: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وأنت إذا لم تكن من أصحاب قيام الليل، طبعا شرع الله عز وجل قيام الليل للصالحين، فبعضهم يقوم ثلث الليل وينام ثلثيه، وبعضهم يقوم سدس الليل، وبعضهم يقوم نصف الليل، والبعض لا يقوم. فأنت إذا كنت ممن لا يقوم الليل فقط تصلي الوتر، فإن الله احتسب لك قيام الليل كله بشرط واحد: تكون مثل الذي قام بالليل. كيف؟ سبحان الله، هذا الدين عجيب عجيب، وهذا يعني يبين لك قيمة الفرائض. كيف الرجل يكون ثوابه ثواب من قام الليل وهو ما قام الليل أصلا؟ قال لك رسولك صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. إذن المحافظ على صلاة العشاء وصلاة الفجر جماعة مع المسلمين هذا كمن قام الليل كله. والكاف هنا للتشبيه، المثل بالمثل، فيحصل لمن صلى صلاتي العشاء والفجر أنه حصل على الأجر تام، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء. إذن مشاهدي الأكارم، الشاهد من هذا: أنت في وقتك هذا كله لله عز وجل، منذ أن تصبح وحتى أن تنام، كله مغطى بطاعة الله سبحانه وتعالى. هذا البرنامج اليومي. وهناك برامج سنوية ومواسم طاعات شرعها الله عز وجل لك من أجل أن تغتنمها فتقترب إلى ربك أكثر. القرب من الله يا جماعة مهم، لأن هذا هو الهدف الذي نحن خلقنا من أجله. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والكفار يوم القيامة يتحسرون ويندمون ويبكون على الساعات التي ضيعوها في الدنيا بغفلتهم وظلمهم، كما قال تعالى: واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين ظلموا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. شرع الله لنا مشاهدي الأكارم مواسم الطاعات كشهر رمضان. قبل أن ندخل في مواسم الطاعات الشهرية، خلونا نتكلم عن مواسم الطاعات الأسبوعية. الآن تكلمنا عن موسم الطاعات اليومي، 5 صلوات في اليوم والليلة فرضت علينا من أجل أن نتصل بالله. انظروا إلى أهمية الاتصال بالله. شوف، أنت محتاج إلى ربك كما أنك محتاج إلى هذا النفس في ثواني، كذلك أنت محتاج أن تكون متصلا مع ربك. هذه الروح تحتاج أن تكون متصلة مع ربها سبحانه وتعالى في كل لحظات وثواني. ولذلك شرع الله لك
بعض العبادات من غير وضوء ومن غير وقت ومن غير استئذان ومن غير أي شيء لا يتعلق بها، مثل الأذكار سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لا يضرك بأيهن بدأت، وأنت لا تحتاج إلى طهارة ولا تحتاج إلى وضوء. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. هذا يغطي لك المساحات الموجودة، مشاهدينا الأكارم، الساعات الموجودة بين الظهر وبين الفجر والظهر، وبين العصر والمغرب، وبين المغرب والعشاء، تمام؟ ثم شرع لك قيام الليل. إذا صحيت من الليل يقول النبي عليه السلام: من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، فإن صلى قبلت صلاته، وإن استغفر قبل استغفاره، وإن دعا قبل دعاؤه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حديث عظيم يؤكد لك أهمية الدعاء في الليل. أضف عليه الحديث الآخر الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، أن ربنا عز وجل ينزل في الثلث الأخير من الليل. وهنا أيضا وقت رائع جدا، فيه عرض رباني كبير جعله الله عز وجل هذا العرض لمن يريد أن يتوب، لمن عنده مشكلة يريد أن يعرضها للرب سبحانه وتعالى، لمن يريد مسألة من المسائل: هل من تائب فأتوب عليه، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له. يا سلام! إذن وقتك خلال 24 ساعة برنامجك الاتصال مع الرب مليان أيها المسلم، مليان، ما عندك حجة. وفي هذه الفترات قلنا أنت تملأه بالذكر والتسبيح والتهليل. بقي معك موسم الأسبوعي. الموسم الأسبوعي شرع الله لنا صلاة الجمعة ويوم الجمعة، هذا اليوم الذي صرف الله عز وجل اليهود والنصارى عنه وأعطى المسلمين إياه، يوم الجمعة. هذا اليوم هو عطلة المسلمين وعيد المسلمين، وجعل الله عز وجل فيه أجور عظيمة، منذ أن تصبح في هذا اليوم وأنت على خير عظيم. فيه ساعة لا يوافقها عبد قائم يصلي إلا استجيب له. سبحان الله! وأنت تلاحظ عروض السماوات هي كلها دعاء، هي كلها اتصال مع الله. يعني ما تجد مثلا عرض أنت إذا فعلت كذا وكذا سييسر الله لك مثلا شراء قطعة أرض في كذا، أو ييسر الله لك في دخول مشروع في كذا. لا 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 لا، كل المسائل هذه كلها متعلقة إذا أنت تتبعت الأجور والحسنات وتتبعت نفحات الله عز وجل، تجد أنها كلها اتصال بالله سبحانه وتعالى. لا يوافقها عبد قائم يصلي إلا استجيب له. ربنا عز وجل ينزل في الثلث الأخير من الليل فيقول: هل من سائل، هل من داع، هل من تائب. اتصال مع الله. يوم عرفة خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. أيضا اتصال مع الله عز وجل بالدعاء. ليلة القدر ماذا نقول فيها؟ يقول لك: إذا وافقتيها يا عائشة فقولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنه. أيضا اتصال مع الله بالدعاء. فسبحان الله، تلاحظ أن الموضوع كله دائر إلى عظم حاجتنا لربنا سبحانه وتعالى، وحاجتنا للدعاء المتواصل دون انقطاع. لماذا؟ لأن هذه الروح لها إقبال ولها إدبار، فإذا أقبلت على الله تغذت بذكره سبحانه وتعالى وشكره.
وإذا غفلت تضعف، ولا يزال الضعف مستمر بها ربما حتى تموت، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا هو الحاصل لكثير من الكفار الذين ينتحرون ويذبحون أنفسهم ويقتلونها، لأن روحهم لم تجد الغذاء الرباني الذي يسقيها. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي. وأمر الله عز وجل هو كلامه سبحانه وتعالى، وكلامه هو القرآن الكريم، به تحيا هذه النفس. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، فكما أنه يحيي الأرض بعد موتها فهو يحيي أيضا القلوب بذكره سبحانه وتعالى. إذن عندك موسم أسبوعي يوم الجمعة، هذا اليوم فيه ساعة لا يوافقها عبد قائم يصلي، وهو اليوم الذي خلق الله فيه آدم، وهو الذي يدخل الله فيه النبي عليه الصلاة والسلام الجنة، وهو اليوم الذي صرف الله عز وجل الحمد لله، يهديكم الله ويصلح بالكم. أتوقع أنكم شمتموني، فأنا أرد عليكم بناء على هذا. أقول للمشاهدين الأكارم، هذا العيد الأسبوعي للمسلمين فيه الأجر والثواب، ومن أعظم ما شرع الله عز وجل لنا في هذا اليوم من الأجور والثواب والحسنات أن من خرج من بيته، يعني من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام، كتب الله له أجر سنة كاملة بصيامها وقيامها. سبحان الله، سبحان الله، هذا من أعظم الأحاديث وأعجبها في فضل الله عز وجل في يوم الجمعة. شوف أنت الآن، يعني لما إنسان يكون حقيقة يشعر ببعده عن رب جل وعلا، كيف يعوض؟ تعوض بهذه الأعمال، تعوض بهذه الصفقات. يعني أنت كتاجر مثلا راح عليك مثلا راحت عليك كذا صفقة، كيف تعوض؟ تبحث عن الصفقات الخطيرة التي فيها أرباح تعوضك عن الذي ذهب، أليس كذلك؟ بلى، ولذلك اسألوا التجار اليوم ما يبحثون عن يعني صفقات متعبة، لا، يبحثون عن الصفقات اللي فيها في فترة وجيزة يربح أموال كثيرة، هذه مثلها لكنها في طاعة الله. يقول لك من غسل واغتسل، يا سلام، يبدأ حياته باتصال يعني مع زوجته في لطف وحنان وفي متعة بالحلال مع أهله، لأن من غسل واغتسل كناية عن الجماع قال العلماء، من غسل واغتسل، فهو بيستيقظ مبكرا فيواقع أهله ويغتسل بنيتين كما يقول الشيخ محمد بن عثيمين، ممكن أن يغتسل غسلا واحدا بنية الجمعة وغسل ورفع الجنابة، وبعضهم يقول لك لا، غسل يوم الجمعة يحتاج إلى نية، وغسل الجنابة يحتاج إلى نية، وهو في الدش يغتسل من هذا ومن هذا. والصواب طبعا ما قاله الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، فإن غسل بنية غسل الجنابة يكفيه عن غسل يوم الجمعة، لأن المقصود من غسل يوم الجمعة هو التنظف والتطيب والتطهر من أجل الصلاة، وهذا قد حصل بالاغتسال. من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام ولم يلغو، كتبت له أجر سنة كاملة بصيامها وقيامها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن هذا موسم أسبوعي جعله الله عز وجل لنا نحن المقصرين حتى نحاول أننا يعني قدر المستطاع نكمل النقص. ثم جعل لك موسم سنوي، موسم سنوي عظيم، وهو شهر رمضان المبارك.
هذا الشهر 30 يوما، وأحيانا يكون 29 يوما، وفيه ليلة واحدة تعدل عبادة 83 سنة و4 أشهر. طبعا هذا العدد أخذوه العلماء من ظاهر قوله تعالى: خير من 1000 شهر. الله عز وجل قال: خير من 1000 شهر. هذه الخيرية كم مقدارها لا أحد يعلم، هي لا شك أفضل من 83 سنة و4 أشهر، أفضل. بعض العلماء قالوا أن ليلة القدر كلمة 1000 هذا أكبر عدد كان يعرفه الصحابة الكرام، ما كانوا يعرفون أكبر من هذا، ولذلك كانوا يقولون 1000 دينار، وإذا أرادوا أن يقولون مليون يقولون 1000 دينار، وإذا كانوا يريدون أن يقولون مليونين ماذا يقولون؟ يقولون 2000 دينار. إذن هم ما يعرفون رقم لا مليون ولا مليار ولا تريليون، فخاطبهم الله عز وجل بما يفهمون من لغتهم. إذن عبادة ليلة القدر يعني خيرها وأجرها ما يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. هذا الموسم السنوي الذي لا يأتي إلا في السنة مرة واحدة. طبعا مشاهدي الأكارم، ليلة القدر يقولون أنها تتغير في الأيام، لكنها وإن كان هذا الكلام فيه نظر، إذا تتغير هي تتغير كل سنة مرة، يعني يحول عليها الحول، فسنة تأتي في ليلة 25 مثل هذه السنة وهي كانت الغالب، وسنة تأتي ليلة 27، وسنة تأتي ليلة 21، وهكذا. لكنها لا تأتي في أوتار العشر، لا يفهم الناس هكذا، هي ليلة واحدة ينزل فيها الملائكة ويحصل الاحتفال الكوني كما يقول الشيخ نشأت أحمد. إذن هذا الموسم العظيم موسم شهري يحسب الله عز وجل لك صيام اليوم الواحد ب10 أيام. لاحظتم؟ أنت إذا صمت يوما يحسب لك أنك صمت 10 أيام. اضرب الآن 10 في 30 كم يصبح؟ كأنك صمت 300 يوم، 300 يوم. باقي لك لتمام السنة كم؟ أيام السنة 360، وبعضهم قال 363. خلينا على إنها 360 كما في الحديث الشريف. باقي لك لتمام السنة كم؟ 6 أيام. فشرع الله لك حتى تتمم صيام الدهر كله، شرع الله لك صيام 6 من شوال. فقال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. يا سلام، انظر كيف الله عز وجل شرع لك هذه الشرائع من أجل أن تكون أنت متصل بالله عز وجل طوال العام، طوال العام. ومن هنا كان صيام رمضان هو كصيام الدهر كاملا. يعني أنت هل من خلال هذا الصوم مشاهد الكريم ستكون مثل نبي الله داود الذي كان يصوم يوما ويفطر يوما؟ ربما، لأن هذا من شريعتنا نحن، أن الله جعل لنا صيام يوم واحد ب10 أيام. وأما في شريعة داود هل كان هذا موجود؟ الله أعلم. وكان نبي الله داود يصوم يوما ويفطر يوما، وكان هذا أفضل الصوم. نحن آتانا الله عز وجل أفضل من هذا، وهو أننا نصوم رمضان كاملا، ويحسب الله عز وجل لنا الصوم اليوم الواحد ب10. شوف فضل الله، شوف بالله فضل الله. أنت ما تستشعر أخي المستمع إلى هذا الفضل إلا لما تدخل القبر.
وتنظر صيام رمضان. لأن سبحان الله مشاهد الكريم، يوم القيامة في قبرك يأتيك رجل أبيض يرتدي ثياب بيضاء كما صح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتقول له: من أنت يرحمك الله؟ من أنت؟ هذا في القبر. فيقول لك: أنا عملك الصالح. الله الله الله. وأنت في تلك الساعة خائف وجل، ما تدري ماذا يفعل بك، هل أنت إلى الجنة أم أنت إلى النار؟ يأتيك هذا المبشر فيقول لك: أنا عملك الصالح. والله عز وجل قادر على كل شيء. يعني مجيء العمل الصالح في صورة رجل من أقدار الله ومن أفعال الله سبحانه وتعالى، ليس هذا صعبا على الله عز وجل. فيقول لك: أنا عملك الصالح. من هذه الأعمال الصالحة صيام رمضان الذي كان الله يحسب لنا اليوم ب10، والناس لذلك الصالحون يتسابقون في صيام الست من شوال، حتى إذا أتى يوم القيامة يأتي وقد صام الدهر كله، فيكون هذا مهيئا لدخول الجنة من باب الريان. جعل الله عز وجل باب خاص من أبواب الجنة يسمى باب الريان. إذن موسم رمضان موسم شهري في السنة مرة واحدة، شهر كامل، هو موسم عبادة فيه تجمع فيه الحسنات، هو موسم جمع الحسنات. فلذلك من لم يجمع في هذا المعرض العظيم من الحسنات فقد فاته خير كبير والله، وأنت ما تدري هل تدركه السنة اللي بعدها أو لا. الله المستعان، نسأل الله أن يعيد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة. ثم بعد رمضان أعطاك الله 6 من شوال، وبعد شوال هيأ الله لك موسما عظيما وهو موسم الحج. الشيخ حسن سلمان كان أمس يقول لي: جعل الله للأمة موسمين عظيمين وختمهما بعيدين عظيمين. يعني حقيقة كانت لفتة من الشيخ حسن، يقول لي: ختم هذان الموسمان بعيدان، عيد الفطر وعيد الأضحى. لماذا شرع الله لنا عيد الفطر؟ العيد هو فرحة. هل نحن الإنسان إذا تزوج يفرح، وإذا أنجب طفلا يعمل عقيقة ويفرح. هنا ما سبب الفرحة؟ ما سبب الفرحة؟ سبب الفرحة يا أخي أنك تعرضت إلى نفحات الله، وأنت كنت من الفائزين، فأعتق الله رقبتك وغفر ذنبك وستر عيبك، فبالتالي فرحت، تفرح وتسعد من أجل هذا الموضوع، لأنك خرجت من عبادة ومن موسم عظيم، كنت صبرت فما قاربت أهلك في نهاية رمضان، وما شربت ولا أكلت في نهاية رمضان، وكنت حافظا للسانك، فبالتالي انتهى موسم الاختبار وموسم الطاعة انتهى، فأنت فزت بفوز عظيم كبير كان لك عليك أن تفرح. هذا هو المقصد من فرحة يوم العيد. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. وهذا فسر بمعنيين: أن الصائم يفرح عند الفطر لما يأكل التمر والسمبوسة والخيرات يفرح، لأن كان محرم عليه في وقت النهار والآن أبيح له، فيفرح ويأكل أثناء الفرح. والتفسير الآخر أنه يفرح في يوم العيد، يوم يلبس فيه الجديد ويصلي ويكبر الله عز وجل ويحمد. من هنا الفرحة أنك تعرضت لنفحات الله وفزت بالأجر والثواب، فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، كما قال ربنا عز وجل.
ويأتيك موسم سنوي أيضا عظيم وهو موسم الحج. هذا الموسم الكبير قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه ولم يرجع من ذلك بشيء. وأنت تلاحظ مشاهد الكريم أن رمضان كانت العشر الأخيرة منه هي من أفضل ليالي الدنيا. الليالي أفضل ليالي الدنيا، وفيها ليلة القدر. وأيام العشر التي أقسم الله عز وجل بها: والفجر وليال عشر، قالوا هي أيام العشر. هذه الأيام أفضل أيام الدنيا النهارية. لماذا؟ لأن فيها الحج، فيها يوم عرفة، وفيها الحج الأكبر يوم العيد، وفيها يعني من أيام عرفة وأيام منى ومزدلفة، فيها مواسم طيبة جدا. وفي هذه العشر يجتهد الإنسان فيها بالأعمال الصالحة. وهنا وجهنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأعمال. الله، ما أعظم هذا النبي الكريم، أدى الرسالة وبلغ الأمانة، فقال: فأكثروا فيهن من التهليل، من التكبير والتهليل والتسبيح والتحميد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، مما يدلك أهمية التواصل مع الله سبحانه. بعض الناس يصوم التسع هذه، لا بأس، لا بأس، ومع أن السنة النبوية هي التهليل والتحميد والتكبير. وبعض الناس يكثر من الصدقة، وبعض الناس يكثر من الصلاة وقيام الليل وصيام النهار، وبعض الناس على كل حال يعني ملء هذه العشر بالأعمال الصالحة هو المقصود. وبلا شك أن الأعمال الصالحة في هذه الأيام تتضاعف أجرها، لذا لا ندري كم الضعف. ما أخبرنا الله عز وجل كما أخبرنا في ليلة القدر، قال: خير من 1000 شهر. لكن هنا قال لك: ما من أيام أحب، ما من عمل الصالح فإن أحب إلى الله من هذه الأيام. إذن هو موسم عظيم ينبغي للمؤمن أن يشمر له وأن يستعد له ويتعرض لنفحات الله عز وجل. وهنا كلما الله عز وجل رآك تتسابق، رآك في رمضان تتسابق في صلاة التراويح وقيام الليل والصدقة وإفطار الصائم، تتسابق. ثم جاءت 6 من شوال، أنت من الصائمين تتسابق. ثم جاءت العشر من ذي الحجة، أنت أيضا من المهتمين بهذه العروض والشعائر، فقمت بالتهليل والتسبيح والتكبير والصلاة والصدقة وإلى آخره. وإذا يسر الله لك الحج فحجيت، فكنت في منى وعرفات ومزدلفة. كل ما رآك الله عز وجل أنت في طاعة. يا سلام! فتحقق لك: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. أنت متسارع. وسابقوا إلى مغفرة من ربكم، أنت من المتسابقين. يعني شخص بهذه المثابة كل ما جاء موسم طاعة هو من الأوائل. يا سلام! دائما الملائكة ترفع اسمه من الأوائل، يرتفع التقرير عند الله عز وجل هو من الأوائل. فيكتب ممن قال الله عز وجل فيهم: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. أنت من ضمن هؤلاء، من الأنبياء والصالحين والصديقين والشهداء، وأنت تكون مع الله عز وجل في كل شؤونك. كيف؟ اسمع إلى هذا الحديث القدسي العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل:
من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. عفوا، بداية الحديث وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. يا سلام! هذا من أسباب استجابة الدعاء، أن يكون الإنسان من أولياء الله عز وجل الصالحين، أنه يكون من السباقين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله، ذلك الفوز العظيم. مشاهدي الكريم، إذن هذه المواسم يعني تبدأ من خير إلى خير، وتنتهي السنة بيوم الحج الأكبر اللي هي العشر الأوائل من ذي الحجة. ولذلك يوم الحج الأكبر هو يوم عيد الأضحى. لماذا جعله الله أيضا فرحة؟ لأنك كنت في طاعة وتعرضت لنفحات الله عز وجل. ويوم عرفة يعني لأنه يوم عظيم شرع للحاج أن يقف بموقف عرفة فيدعو، وشرع لغير الحاج أن يصوم هذا اليوم. فالكون كله، كل الكون يعني عباد الله عز وجل الموجودين في الكون كله يتعرضون لنفحات الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل مشاهدي الأكارم لا ينزل أبدا في النهار إلا في يوم عرفة، يعني ينزل نزولا يليق بجلاله وعظمته إلى السماء الدنيا. تبارك الله سبحانه وتعالى، تبارك الله، تعالى الله علوا كبيرا. ينزل ربنا عز وجل إلى عباده في يوم عرفة. هذا النهار نهار عظيم، لذلك يعتق الله فيه رقاب، ويغفر الله فيه ذنوب، ويستر الله فيه عيوب، ويتنزل رحمات وخير كبير. فليس فقط للحاج بل حتى جميع الأمة، جميع الأمة الصائم منها ينال أجر هذا الخير، بل حتى الذي لم يصم ينال فضل هذا اليوم. بماذا؟ بدعاء الصالحين. يعني هو هذا يوم كبير، لذلك الكل استفاد من هذا اليوم، الكل حتى العاصي يستفيد بدعاء الصالحين له. فبالتالي هي فرحة، يقول لك يلا إذن افرحوا مع بعض وصلوا صلاة العيد واستأنسوا بأهاليكم ووسعوا على أنفسكم بسعة المباح بحيث أن يكون الأمر مباحا. نعم. بالتالي مشاهدي الأكارم ينتهي موسم السنة بالعشر من ذي الحجة، ثم يبدأ موسم جديد في شهر محرم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام صيام شهر الله الحرام، صيام شهر الله الحرام الذي يسمونه شهر محرم. هذا الشهر صيامه عند الله عز وجل أيضا عظيم. بعض مشايخنا أفتوا بصيام الشهر كاملا، والبعض الآخر لا، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليكمل صيام شهر قط إلا شهر رمضان المبارك. فبالتالي أنت أيها المبارك تعيش في موسم إلى موسم إلى موسم، وتكون دائما قريب من الله عز وجل، فلا يتطرق إليك الغفلة ولا تتطرق إليك أيضا الذنوب والمعاصي، وأنت دائما في محاربة لها، حتى إذا جاء يومك ذاك اليوم الذي تموت فيه أنت تكون قد وفقك الله
إلى الدعاء العظيم: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. الله الذي هو دعاء السيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فإن مت في ذلك اليوم بعد قولك هذا الدعاء أنت تكون قد مت على الفطرة، يعني على السلامة من الإثم والتوبة والنقاء، وأنت من أهل الجنة إن شاء الله. نسأل الله لنا ولكم مشاهدينا الكرام أن يحسن لنا الختام، وأن يعتق رقابنا في هذا الشهر الكريم، وأن يعفو عنا إنه جواد كريم. العفو هو الصفح والمحو نهائي. الغفران تبقى الذنوب موجودة ولكنها يعني لا يؤاخذ بها العبد، لكن العفو هو مسح كامل. نسأل، لذلك قال: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. كانت هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك مشاهدينا الكرام نحن وإياكم أيضا ندعو ونقول: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.